السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل البوريك بالجبنة، بوريك الأفران بكل تفاصيله. هقولك على نوعية الدقيق اللي هتستخدميها، هقولك كمان طريقة التسوية الصحيحة علشان يطلع معاكي طري ومورق وباللون الجميل اللي انت شايفاه ده. كل الكمية دي هنعملها من كيلو واحد بس من الدقيق. شايفين بقى الجمال؟ بصوا قد ايه طري وقطني وكمان مورق من جوه. عايزة أقول لكم كمان إن ريحته وطعمه بجد تحفة جدًا، بجد أطعم وأجمل من اللي بنشتريه من برّه بكتير. يالّا بقى نسمّي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا، بس عايزاكِ تكمّلي معايا الفيديو للنهاية، وما تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو، كمان اشتراك في القناة، فعّلوا جرس الإشعارات اللي تحت الفيديو واختاروا كلمة الكل، عشان كل أمّا أنزّل فيديو جديد يوصلكوا إشعار بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي طبق هنزل بكوبايتين من المية، أنا النهاردة هستخدم الكوب المعياري أو مج الشاي العادي. كوبايتين من المية، مية عادية من الحنفية مش دافية ولا حاجة عشان الجو حر. لو في الشتاء هنستخدم المية دافية. نزلت بكوبايتين من المية. معايا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، فصلت البياض عن الصفار. أخدت البياض وسبت الصفار، هنستخدمه في الآخر وهنشوف هنستخدمه في إيه. نزلت كمان بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، و3 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخل الأبيض. طبعا كل المقادير بكون سايبها لكم في صندوق الوصف. ببدأ بقى بالمضرب اليدوي وبقلب كده كل المكونات مع بعضها علشان أتأكد إن الخميرة دابت. عندي بقى هنا كيس من صلصة الطماطم الجاهزة. الكيس ده 40 جرام، يعني تقريبا معلقتين كبار. عندي كمان كوباية إلا ربع من السمنة، والسمنة أنا أخدتها من العلبة كده على طول، يعني ما سيحتهاش ولا حاجة. باقي معايا ربع كوباية من الزيت، بس الزيت هنستخدمه في الآخر. تمام. عندي بقى هنا كيلو من الدقيق بمعدل 8 كوبايات بالكوب المعياري. أنا بعاير كوباية الدقيق بالمعلقة وباجي في الآخر بظهر المعلقة وبشيل أي زيادة موجودة على وش الكوباية. تمام. نزلت كمان بمعلقة صغيرة من الملح. بس كده كل المكونات بتاعتي. هابدأ أعجن بقى، والنهاردة أنا هاعجن بإيديا معاكم علشان في ناس كتير بتزعل مني لما باستخدم العجان، وبصراحة مش عارفة ليه. يعني أنا مش عارفة يعني وظيفة العجان إيه. المهم هنعجن بقى كده بإيدينا. نزلت كده الأول بكل كمية السوائل اللي معايا، وهابدأ أعجن. طبعا الدقيق أنواعه بتختلف، الدقيق اللي بستخدمه دقيق متعدد الاستخدامات. تمام. حسيت إن العجينة ناشفة منِّك أوي، هننزل بمعلقتين بس من المَيّة زي ما شُفتوا كده، أنا نزلت بمعلقتين بس من المَيّة. طيب حسينا إن العجينة طرية أوي، هننزل بمعلقتين من الدقيق. بعد كده أمّا عجنت العجينة كويس، نزلت بآخر حاجة بربع كوباية من الزيت. الزيت لمّا بننزل بيه في الآخر بتحسوا إن العجينة بدأت تفتح كده وتفتل من بعضها، بس بترجع تنعم تاني وبتبقى بالشكل الجميل ده. العجينة هنا ناعمة جدًا ما شاء الله. العجينة هنا طرية وملمسها ناعم، ونلاحظ كمان إن العجينة مش واخدة عرق، علشان البوريك بيتعد من النواعم مش من المخبوزات. هنا بقى غطيت على العجينة وسبتها بس 10 دقايق ترتاح. عجينة البوريك مش بتخمر، بسيبها بس كده 10 دقايق ترتاح بعد العجن. بعد كده بقى بدأت أخد العجينة وفردتها كده على شكل مربع وبالسكرابر، وهبدأ أقسمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي كده أسهل طريقة لتقطيع قطع البوريك متساوية، يعني هتقطعيها بالنظر كده. عندك بقى ميزان يبقى هنوزن القطعة من 25 جرام ل30 جرام، لكن بالطريقة دي هتقدري تقطعيها بالتقريب كده وإن شاء الله تطلع كلها قريبة من بعض. هقطعها بقى كده بالسكرابر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وهبدأ بقى ألم القطع دي تاني، كل قطعة ببدأ أحولها كده على شكل كرة، وبجمع كده تقفيل العجينة لتحت. عندي صينية مش مدهونة ولا أي مادة دهنية ولا عليها دقيق مرشوش ولا أي حاجة، الصينية بس ناشفة مش أكتر من كده. وببدأ ألم كده في العجينة وبقفل عليها كويس من تحت. بخلص كل الكمية وبغطيها بأكياس بلاستيك وبسيبها برضو ترتاح كمان 10 دقايق. طبعا على ما بخلص الصينية دي وابدأ في التانية بتكون الصينية الأولانية العجينة ريحت وخلاص تقدري تشكليها بكل سهولة. أنا قطعتهم كده في صينيتين بالشكل ده، وطبعا غطيتهم بأكياس علشان وش العجين ما ينشفش.
أخدت بقى أول صينية شكلتها وهابدأ أشتغل منها. هنا بقى كانت العجينة ريحت وتفرد معايا بكل سهولة. معايا بقى جبنة، والجبنة دي جبنة براميلي. تقدري تستخدمي الجبنة البراميلي وتقدري تستخدمي كمان الجبنة القريش. تقدري كمان تقطعي معاها قطع من الزيتون بتبقى حلوة قوي. هبدأ بقى أفرد كده القطع اللي قدامي بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهبدأ أوزع عليها الجبنة بالشكل ده. بوزع بقى على كل الكمية اللي قدامي بالشكل ده. أحلى حاجة إن انت تفردي كام واحدة كده هيسهل معاك الموضوع. طبعا هي مش بتاخد وقت خالص. بعد بقى ما وزعت الجبنة في الطرف العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه، هبدأ أقفل بقى عليها كويس. بصوا كأنك بتعملي عيش فينو بالظبط. ببدأ أقفلها بالشكل ده، وأبدأ بقى أعمل لها بقى سحبة كده بس من الجنبين علشان تدي شكل البوريك الجاهز بالظبط. بقفل بقى كده كويس علشان طبعا البوريك ما يتفتحش مننا بعد التخمير، وكمان الجبنة ما تخرجش منه في التسوية. بقفل بقى كويس، وبعمل لها سحبة كده من الجنبين على شكل العين كده. وعلى الصاج جنبي صاج مش مدهون برضو أي مادة دهنية، ولا عليه دقيق ولا عليه أي حاجة. الصاج بس بيكون مغسول وناشف. ببدأ بقى أرص عليه، وبسيب مسافة بسيطة علشان خاطر التخمير. بس خلصت بقى أول صاج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده كده بيكون شكله تمام. بغطي بقى برضو بكيس بلاستيك وفوقيه كمان بفوطة. أنا ما خمرتهمش في مكان دافي ولا حاجة، أنا سبتهم بس على رخامة المطبخ. خلصت أنا كل الكمية باقي معايا دول بقى هعملهم سادة من غير جبنة ومن غير أي حاجة. بقفل بقى باخد كل طرفين على بعض برضو دايما. تقفيلة العجين بتكون لتحت، وبرص على الصاج. بس خلصت كده كل الكمية اللي موجودة معايا. عملوا معايا 4 صاجان كاملين. يعني ما شاء الله كمية حلوة جدا. كيلو الدقيق طلع 74 قطعة. بكمل برضو كل الكمية اللي موجودة بنفس الطريقة. بصوا العجينة تحفة، العجينة طرية وناعمة وحلوة جدا ما شاء الله. خلصت كده ببدأ بقى أرصهم كده. آخر صاج عملته ده اللي بيكون تحت. شايفين كمان بدأ يخمر ازاي؟ يعني على ما خلصت آخر واحد، كان أول واحد عملته خمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. أنا سبتهم كده على رخامة المطبخ وبس غطيتهم بفوطة. بالظبط ما أخدوش ربع ساعة تخمير، الجو حر جدا. هنا بقى جبت صفار البيضة اللي كنت راكناها ومغطياها. طبعا أهم حاجة تكون متغطية علشان صفار البيض بينشف لما بيتعرض للهواء. زودت عليها ربع كوباية من اللبن، وكمان رشة من الفانيليا. قلبتهم كويس أوي مع بعض، ودي هتكون مادة التلميع. صفار البيض مع اللبن بيدي لون حلو قوي في البوريك، وكمان بيحافظ على ثبات أي حاجة هنرشها على الوش. أنا هنا هحط على الوش سمسم وحبة البركة. من غير مادة التلميع دي مش هيثبت عليها أي حاجة على الوش. طيب لو مش عايزة بقى تحطي على الوش حاجة خالص، ولا سمسم ولا حبة البركة ولا أي حاجة، يبقى هنجيب معلقة زيت مع ربع كوباية من المية وهنقلبهم كويس، وهنلمع بيهم وش البوريك. هنا بقى كنت مولعة الفرن وظابطة درجة حرارته على درجة حرارة 200. بدخل البوريك على فرن سخن الأول على الرف الوسطاني. أول لما يبدأ يلون كده من تحت ببدأ أطلعه على الرف اللي تحت الشواية على طول، وبسيبه كده يلون من غير ما بولع شواية. على الصاج اللي في الفرن ما يبدأ ياخد لون كنت بدأت ألمع الصاج ده. مهم جدا كمان ما نلمحش أي مخبوزات بالمادة التلميع غير وهي داخلة الفرن على طول. يعني ما ينفعش نلمع وش المخبوزات وبعد كده نسيبها كده شوية ونرجع ندخلها الفرن. تمام. بصوا بقى هنا على الصاج، أول صاج دخلته كان بدأ ياخد لون كده من تحت. طلعته على أعلى رف في الفرن اللي هو بيكون مقرب للشواية على طول، وهنا ما ولعتش الشواية. أهم حاجة بقى المتابعة، كل دقيقتين تبدأي تديري الصاج علشان ياخد نفس درجة اللون. هنا بقى كان أخد معايا كده التسوية الكاملة، أخد معايا بالظبط في الفرن ربع ساعة. ببدأ بقى أول لما بخرجه من الفرن ما برشش بقى بخاخ مية ولا حاجة، بغطي بس بكيس بلاستيك وكمان فوقيه بفوطة علشان أحتفظ بالبخار اللي فيه. البخار ده هو اللي هيطريه وهيخليه بالطراوة اللي انتوا شايفينها دي. بس كده ما بسيبوش بقى على الصاج كتير علشان ما يعرقش. يا دوب بس دقيقتين كده وببدأ أشيله بقى من على الصاج. طبعا لو لقيتيه لزق، هو بيلزق من مادة التلميع من البيض باللبن.
غير كده طبعًا مش هيلزق أبدًا في الصاج. بُصّوا بقى التسوية والجمال، ريحته قالبة الدنيا ما شاء الله. دي كده كانت كل الكمية اللي عملناها من كيلو الدقيق، اللهم بارك، تحفة. بُصّوا الجمال والحلاوة، بُصّوا كمان التسوية، تحفة بجد. تقدري بقى تكيّسيهم كده في أكياس وتحطيهم في الفريزر أو على رف التلاجة. أي مخبوزات فيها جبنة بتتن طرية لآخر قطعة. بُصّوا قد إيه طري وهش جدًا ومورّق. بُصّوا كمان التسوية، تحفة بجد، قطني جدًا. بُصّوا التوريقة، بُصّوا كمان الجبنة ما ساحتش في التسوية. جبنة البراميلي بتستحمل درجة الحرارة عن أي نوع جبنة تانية. جميل جدًا، جرّبوه بقى بالطريقة دي وبالمقادير دي وقولوا لي إيه رأيكم في التعليقات. كل المقادير باسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف، ابقوا شوفوها. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو وكمان اشتراك في القناة. سيبوا لي تعليق حلو زيكم عشان باحب أقرا تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.